عيال كنت بالدنيا لاعب جولة، والمرتبة الواصلها كنت الأولى. شو هسه طلعت عالم اتعس مني، اتعلم وادرس قمت من دولة. عمي سياسينكم غلباني، عودان هتلر شو قشر ذبوني. وبوقتي لو من دول عندي اثنين، يمكن ادمر العالم بيومين. العالم هسه تدور طشة، يفتح بث فيه هز بكرشة، والكم بابا الفن مو هيج. انت شبيك وانت شبيك، قدم فن الناس تحبه، مو تطلع ناثر للكفشة. انا بوقتي من طقيت ما كان اصلا انترنت. لا فيس ولا تكتك عندي، اطلع صامت وان حبيت. لا فيس ولا تكتك عندي، اطلع صامت وان حبيت. قول يا رشحك كي أبوق وزارتي، فبغير حزبك لا أكون ثقيلا. الآن قوليها، الآن قوليها ولا تترددي. ترى الفاسد دايمي صفقولا. سأغير التعيين لو رشحتني، أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا. لا تخجلوا مني فهذه فرصتي، لأكون بين الفاسدين عميلا. أريد أنصحكم ركزوا علي، لا تسختون وقر شوي. أنا المني جيبون اسمي، يعني النظرية النسبية. شي سويتي فيت العالم قاعد يتدرس يوميا. ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي. حاول تصنع شي وتغير، واهتم بدروس الكلية، وادرس اللي تحبه مو إلا تدخل هندسة أو طبية. أنا المستشار، أنا اللي أنطي القرار، أنا اللي أسوي الخيال، دق مواسم واحتفال. أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال. صوتي للعالم وصل، ينضرب بي المثل، حتى نيمار أنا جبته وميسي رده وما قبل. يا أهلا وسهلا، شلونك؟ الأهل شلونهم؟ الوالدة شلونها؟ الحمد لله كلهم زينين والله، حملوني السلام أمانة. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. خير؟ قالوا عندك شغلة خو ماكو شيء. أنا لي داخل سلفة 20 مليون دينار. يا الله سلامات 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 سلامات. اسم الله اسم الله. السلفة؟ السلفة شنو؟ لا مو من عندك 20 مليون، من المصرف من المصرف. اي سلفة من المصرف. اي من المصرف. وبعدين؟ اي بعد هذا السلفة، وما شاء الله يعني عمي انت وبنتك وابنك ثلاثتكم موظفين. اي فاريد. شو تريد خلصني؟ اريد موظف يكفلني. كفاله بسرعه تجي يوقع وخلاص انتهى الموضوع. ايه وش قد مدة السجن؟ يا سجين هي كفاله، كل الناس تكفل، ما تقول لي هاي كفاله وينتهي الموضوع. ولا نفس الشيء، الكفالة والسجن نفس المصيبة. ما نكفل ابني ما نكفل. قضية عمي، انت عمي اخو ابوي انت. قبل عمك، هسه انا صرت خالك، صرت جنتكم حبيبي. ما نكفل عمي الله يخليك، بس خليني احكي لك يعني بس. كل شيء لا تحكي، اسكت ماني خلق للمصايب يا ابني. وين اروح يعني؟ لمن اروح اذا انتم ما يا هلا ومرحبا، هلا ببنت عمي، هلا بالزينه، هلا بالمعدله، هلا اهلا وسهلا. يا مرحبا اهلا وسهلا، هلا بيك. روحي ايش عندك جايه قدامها وانت موظفه؟ ليش شنو جاي يخطب؟ يا ريت يخطب، جايب مصيبه تشبه الخطوبه يا بنتي. بنية عمي جاي لك بطلب. اخذت سلفه قول. ام 20 مليون من المصرف، واريد موظف يكفلني. يا ستار يا ستار يا ستار. مي يطيح. والله هاتي شوب المي بابا، شوب المي. ايش عندكم حساسيه من البقلاوه شنو؟ ها بنت عمي. لو قايل لي قبل اسبوع. ليش؟
كفلت صاحبتي بالدوام. هسه ما تقولي لي لوش تكفلين احد يا بنتي، شلش بهالمصايب. يعني هسه ما بيها مجال؟ لا يعني مو قلت لك كافله بنت خالتي. شو القضيه؟ مو توج كافله صاحبتك؟ مو هي بنت خالتي نفسها صاحبتي. نفسها صاحبتك. ها هي يعني شركه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مرحبا. هلا هلا بالبطل. اخبارك؟ هلا بالبطل. الله يلا وسهلا. شلونك انت؟ جابكم هناك كلكم شنو؟ البصمه اليوم بالهول. ليش يابا ليش؟ الله يخليك. انت مخلف جنم عمي. اي طبعاً. والله. شلونك عم؟ تفضل عمود ايش رايك؟ والله خاف اقول لك وتغص. اه وش عليك؟ انا اخذت سلفه ب 20 مليون من المصرف ويد واحد يكفلني. ما شاء الله صدق زلمه هذا ابنك. ما دلل حمولي. لا ضميرك راح يكفلني. عمي صدق لو قالوا ابن عم الحزام ظهر. الله والله حزام ظهر. هي زين لقيت لك واحد يكفلك، لان انا كافله بابا بصفه العقاري. ما شاء الله. زين اوكي تشذبي بس تذكري الكذبه مالتك. صدق راح تكفلني ابن عمي. دلل صدق لو قالوا ابن العم حزام ظهر. اي لا هذا يعجبك. من هاي العين قبل هاي العين. يا الله لا عاد نروح باكر. بس ما قلت لي ايه السلفه ايش قد؟ لا هي السلفه جيت هي يمكن 20 مليون تقريبا. اعطيني 15 من هنا. اشرب مي اشرب مي. نوب غص الرجال. شو 15 مليون؟ شو يبقى لي العلاقه؟ كيفك حبيب؟ تريد اهلا وسهلا، ما تريد روح شوف لك واحد غير يكفلك. ماكو. دورت لحد ما مليت. ما حتى بالفيس كتبت والله عمي. كتبت اريد لي واحد موظف يكفلني. كلها تقول لي ما نكفل ما نكفل. واكو واحد قال لي لو اكو بالفيسبوك تعليق صوتي. ما ادري ايش كان يريد يدز لي الله اعلم. يا ابني الله يخليك هسه بس احنا قرايبك بالدنيا نطلع يا ابني شوف احد جيران عرف اصدقاء يكفلوك، احنا ما نكفل احد. يا يجيب المصيبه نروحها. شنو؟ قصدي يعني كلهم كافلين مثل بنت عمي. بنت عمي ما تكفليني. لا مو قلت لك انا بالعسكريه كفالتي ما تنقبل. صح مشوار مش مبينه هي عسكريه. يا اخي هسه قلت لك اعطيني 17 مليون واكفلك. اقول لك انت ليش ما تقدم على السلفه بمكاني؟ شنو 17 مليون؟ صدق كذا حبيبي الله يخليك ده شوفنا نعم موظفين بس ما عندنا امكانيه ندخل بهاي المصايب والطلايب. اطلع روح شوف احد يكفلك. عمي ما يصير تكفليني. مو قلت لك كافله البزونه مالتنا. شنو الكفله بزونه ما متعودين؟ يا اخي انا حليتها قلت لك اعطيني 21 مليون واكفلك. 21 مليون شو القضيه؟ 21 سنه انزل على الاقل موصى بنت عمي ما تكفيني. انا ميته ما اقدر اكفلك. يلا عيني عندنا فاتحه اتوكل بالله حبيبي توكل بالله. فاتحة؟ روح عيني يلا عيني نريد ننام. زين ود دم اللحم؟ ايش عندي شوايه بالمحل دم ولحم. الله وياكل يدي. خلنا ناخذ. ها ليش؟ لا بقلاوه ولا قرض. تعال يا صدق كذب. شنو تورطنا صرنا موظفين؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مهرجان قمر العراق الدولي. هذا المهرجان اللي ننتظره كل سنة، وما شاء الله من ساعة بدأ توافد البلوغريين والبلوغرات والفاشينيستيين والفاشينيستات، وأكو شوية ممثلين وممثلات ما أعرف منو داعيهم. عيني المهرجان مو لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وطبعا مثل ما جاي تشوفون الأجواء في مهرجان قمر العراق الدولي مولعة، ومولعة أكثر وين؟ بجراج المهرجان اللي انملأ ما شاء الله جي كلاسات ورانجات وكلها أرقامهن 1 و2 و3. ما أعرف منين يجيبون هاي الفلوس، رغم أنه أنا مثلا أشتغل مثلهم حالي حالهم، أشتغل نفس شغلهم، لكن جيت ببايسكل للمهرجان. لكن ما شاء الله رانجات وكلاسات، ونشوف أنه رقم 1 و2 و3. حتى أنه أكو إحدى البلوجرات كان رقم الجي كلاس مالتها 10. قالت شنو هاي؟ استحيت صرت بنص هدومي، ولما دققنا ملابسها لقيناها فعلا جايه بنص هدومها. اهلا وسهلا. هلا احمد. يا مرحبا. شلونك؟ يا مرحبا ويانا الممثله المعروفه ورد. شلونك احمد؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. طبعا ورد معروفه باطلالاتها الجريئه، بحيث انه الناس اول ما يصير مهرجان يقعدون يتانون الانسه يشوفون الاطلاله. الله يخليهم فانزاتي. طبعا اهلا وسهلا. بس ما شاء الله ما شاء الله التشاكه اللي بملابسك اطول منك.
بس كون المصورين صوروها عدل. لا صوروها، لا تخافين لا تخافين. اكيد هم متانين صراحه يروحون هسه البيوت. خلاص لا. اهلا وسهلا. بس الظاهر يعني اللي صمم الفستان ما تعب، يعني هو بس لاف القماش وخيطه من فوق وصار بس جاكيت. شو اللي عرفت؟ طبعا اكو سؤال يلح علي انا شخصيا، وايضا يلح على الكثير من المتابعين. رايدين نعرف شغله واحده، هذا الوشم شنو معناه؟ طبعا انا ما قايله لحد، هل خاطرك رح اقول. واخيرا راح نعرف هذا الوشم شنو يقول. وانتظروا اللحظه المرتقبه، الممثله العزيزه ورد، هذا الوشم شنو مكتوب به؟ مكتوب المعطار كتال صاحبي. الله، واخيرا هذه اللحظه اللي كان ينتظرها كل المتابعين، هذا الوشم. بس يا ريت لو توشمين واحد ثاني وايضا تسوي لنا لغز. اكو اهلا وسهلا يا مرحبا، تحياتنا لك. ان شاء الله صورتي؟ اي صورت ما شاء الله، بس ديري بالك وانت تلوفين. عادي ما شاء الله، لان نعرف المصورين ياخذون لقطات هيك براحتهم. نعم اهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، شكرا احمد، شكرا، مع السلامه. يا مرحبا اهلا ست، يا مرحبا. طبعا الممثله ورد رجعت من رحله تهكير حسابها، طبعا هي تهكر حسابها للمره 15 خلال هذا الاسبوع. اكو واحد قاعد رقبه ونص ما اعرف شو يريد من عندها يعني. فاهلا وسهلا بممثلتنا ورد. وما زال ايضا توافد الكثير من البلوجريين والبلوجرات والفاشينيستيين والفاشينيستات، ومع توافد قليل للممثلين والممثلات اللي ما اعرف شنو جابهم الى مثل هذا المحفل. وما شاء الله على الإطلالة. أهلا وسهلا بالإعلامية الكبيرة رغد. مرحبا أحمد. أهلا وسهلا يا مرحبا. بصراحة الملابس ما شاء الله انتظرنا نكون بها تشاكة، لكن ما شاء الله أكو اختلاف، والتشاكة صايرة وين؟ صاروخ بالبطن. أحب الاختلاف دائما يا أحمد. نعم. زين، حابين نعرف شنو اللي خلاك أجي للمهرجان؟ لا ما لنا علاقة بجيتك المهرجان، شنو اللي خلاك تسوين التشاكة بهذا الشكل؟ هدف التميز طبعا. اعتقد انه المصمم تعب بهذه التشاكة. ابدا، المصمم مالتي جدا محترف، فباخر لحظه قرر يزرف لي اياها بالدريل. هذا جاي ينصب سبلت ما يسوي فستان. ثانك يو احمد. اهلا وسهلا. بس اتمنى انه لما اخذتي الصور تكونين درتي بالك وانت جاي تدورين او جاي تمشين، اتمنى. طبعا انتبهت جيد جدا. شكرا جزيلا ايضا لاعلاميتنا رغد. قدرين تتفضلين، مكانك محجوز. اهلا وسهلا. يا رب اليوم نشوفك ترند. ثانك يو. يا رب الترند اصبح مطلب للجميع. اهلا وسهلا بكم. وما زال توافد الكثير من الفاشينيستات، اكو بير حتى ما اعرف اسماء ما شاء الله، لكن حصلوا دعوه. انا توسلت باللي بالباب يلا طببوني، لكن ما شاء الله ما زلنا نشوف الكثير من التشاكات، لدرجه انه انا مقدم البرنامج خليت بالبنطلون تشاكات لان قلت احتمال ما يطببوني. أنا مستعد أموت على مود الوطن. أنا ما مستعد أموت على مود وطني. شوف، هي كلمة جارحة أدري، بس هي لازم تنقال. دائما يقولون أنه الإنسان اللي ما مستعد أنه يضحي على مود وطنه هذا بلا شرف. أوف، لا 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 لا، أنا مستعد أموت مثلا على مود عائلتي، مستعد أموت على مود مثلا ممتلكاتي، يعني بيتي أو أرضي أو وفلوسي. مستعد أموت على مود مثلا عرضي، على مود شرفي، على مود مبادئي. مستعد أموت. لكن تقول لي مثلا على مود الوطن، لا أفكر لك بيها شوية. ليش هذا مو وطنك؟ لحظة، هو بالبداية خليه يثبت لي إنه هو وطن، وبعدين أموت على موده. حاضر. شوف، أكو مقولة تقول، هو يمكن سامعيها وقاريها يعني، الوطن ليس فندقاً نغادره حين تسوء الخدمة. لا، بالنسبة لي الوطن فندق ونغادره حين تسوء الخدمة. خلاص. زين، خلينا نفوت بغير الموضوع، له علاقة بالتضحية يعني. أنت تعرف أنه الشهيد إلى الجنة، هذا ما يختلفون عليها اثنين يعني. ومو بس هذه، وإنما حتى ذكرى يبقى خالد، يعني شهيد بعد يعني.
تجيب لي من العصور والتاريخ اللي فاتوا، يذكرون الملوك اللي كانت بيدهم كل شيء، ويذكرون الشهداء أيضا. ذكرك يبقى خالد. ونعم بالله. أنت تريد تغلطني طبعا، تريد تغلطني، فجبت موضوع الجنة وكذا. لا أكيد أنا مؤمن أنه فعلا الشهيد يروح الجنة، لكن قضية ذكر الناس ومدح الناس شو استفاد منه؟ أنا إنسان ميت، يمدحوني الناس يذموني، أنا يعني شو راح استفاد منه؟ أطفالك ممكن إنه يستفادون من هذا الذكر ويكون لهم الفخر إنه أبوهم إنسان ضحى لأجل هذا الوطن، الوطن اللي هم عايشين به. بالله سؤال بروح أبوك، هو أردفتهم جهالي، إيش يستفادون بالفخر والناس تقول هذول؟ إيش يستفادون من هذا الموضوع إذا كانوا مثلا بلا عشاء؟ بس لحظة أكو شغلة كلش مهمة، يعني ترى هذا يبقى وطنك، فلازم ما تفكر وياه بمنطق الربح والخسارة والفلوس وش أحط بجيبي يعني أكو أمور لازم ما نتعامل وياها بهالطريقة أصلاً. لا عادي أفكر، وداعتك أفكر، كلش طبيعي، لأنه الوطن الصدق هو اللي ناسه مرتاحين، هذا تقول عنه وطن فعلاً، لأن منطيهم حياة كريمة، هذا الوطن. يعني شلون بالله؟ يعني أنا أقول لك مثل ما قال أحمد مطر، قصيدة طويلة أكو بس راح أختصر لك من عندها. يعني يقول: يحيى الوطن، يحيى الوطن، نموت كي يحيى الوطن. بعدين يسأل يحيى لمن؟ يحيى الوطن، يحيى الوطن، نموت كي يحيى الوطن. يحيى لمن؟ إن لم يكن بنا كريما آمنا، ولم يكن محترما، ولم يكن حرا، فلا عشنا ولا عاش الوطن. هاي شنو هاي؟ شو بيك؟ الاطفال صايرين طرش، ايش دعوه هالقد ماخذ طلاب؟ يابا غير جهال، عادي ناخذ هواي، شو المشكلة؟ ادري الطفل ينحشر بالسياره ويروح للمدرسه هم ينحشر، ايش طلعت هاي؟ يابا دا صعد ابنك، هي وينك خطوط بهالزلك؟ دا صعده؟ وانا صعد السياره متروسه جهال. وين متروسه يا عيني؟ دي جيبه، الله يحفظه. تعال حبيبي، تعال 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 تعال، ها تعال 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 شوي، اصعد 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 اصعد. يا عافيه. اي ايديك رجليك، باع سلامة الطفل، عندنا اهم شيء. اصابيع ماكو؟ ها شفت؟ خطيه ذول ايش راح يصير بيهم؟ يلا وديهم المدرسه، يلا وراهم دوام. يا مدرسه اصلا ذولا بعدهم مقبلات، بعدني اصلا ما مفتر على الطلاب. بحاري. الله. عيني خويا، انت جايه خطا، جايه رونج سايد، وهذا خطا، هذا مخالفه. قلت لك كنت مستعجله. مستعجله؟ ما مستعجله، القانون قانون، ما يصير مستعجله تجي منها، ما يصير يا عيني. سهلها يعني ايش حيصير عليك؟ استغفر الله. وهسه هسه عيني انت غلطتي ولازم تتحملين المخالفه مالتك، خلاص راح اسجل لك مخالفه. مخالفه ليش؟ اقول لك جيتي رونج سايد، وخصوصا الرونج سايد، لانه هاي السيارات اللي قدام اشباعي، هاي كلها جايه ما خالين ببالهم اكو وحده جايه رونج سايد، يعني حادث مؤكد. انت بتقول احنا بنات؟ يابا ما لها علاقه بنات، لو القانون قانون ما لها علاقه. يا قانون عجيب. دعوفك منه، هو بكيف يسجل مخالفه؟ شلح، اولا هاي النبره مالتكم الله يخليكم كافي، وهدئوا شويه، هذا الكلام جاي تقولونه غلط. شنو بكيفه؟ هو فعلا هو مو بكيفي، بكيف القانون، والقانون يقول الرونج سايد مخالفه وتروحين تدفعيها. اقول لك انت تعرف اني منو؟ والله لو تكونين منو تدفعين مخالفه يعني تدفعي. اهو اقول لك حتمشيها لو نمشيها احنا بطريقتنا. شو الحكي هذا؟ والله اذا سجلت لي مخالفه اخليك تندم. يعني تتحدين الدوله؟ اتحداك يلا. تتحديني. هذا رقم سيارتك راح اسجل لك مخالفه. شو تجيبه؟ عوفي قادر علينا. شو الحكي هذا؟ سجل مخالفه وشوف ايش راح اسوي. والله سجل مخالفه. قانون يمشي بس علينا. يابا ترى هذا سويتوه ترى غلط، وهذا اعتداء على موظف، والله ابيتك بالسجن لو ما انت بنيه والله. لا انت ولا الاكبر منك يقدر يدخل. اولا نصي صوت. عيب نصي صوتك. ليش؟ اذا انت رجال ابقى هنا وشوف ايش راح يصير. روح جيب ايش ما تبي. بس انتظر وشوف ايش راح يصير. روحي بابا روح. حتى تعرف ويا من بدك تحكي. مخالفه وراح اسجل. والله اذا ما قعدتك يوم خواتك فلا تسمى مرة. طبعا هو بلد وصار بيدي هيك. أنا الجنت بالدنيا لاعب جولة، والمرتبة الواصلها كنت الأولى. شو هسه طلعت عالم أتعس مني، أتعلم وأدرس قمت من دولة. عمي سياسينكم غلباني،
موجود انا هتلر شو قشر ذبوني وبوقتي لو من ذول عندي اثنين يمكن ادمر العالم بيومين. العالم هسه تدور طشة يفتح بث فيه الزب كرشة والكم بابا الفن مهيج. انت شبيك وانت شبيك قدم فن الناس تحبه مو تطلع ناثر للكفشة. انا بوقتي من طقيت ما كان اصلا انترنت لا فيس ولا تكتك عندي اطلع صامت وان حبيت. لا فيس ولا تكتك عندي اطلع صامت وان حبيت. قول يا رشحك كي أبوق وزارتي فبغير حزبك لا أكون ثقيلا. الآن قوليها الآن قوليها ولا تترددي ترى الفاسد دايمي صفقولا. سأغير التعيين لو رشحتني أمحو ذيولا أو أضيف ذيولا. لا تخجلوا مني فهذه فرصتي لأكون بين الفاسدين عميلا. أريد أنصحكم ركزوا علي لا تسختون وقر شوي. أنا المني جيبون اسمي يعني النظرية النسبية. شي سويتي فيت العالم قاعد يتدرس يوميا. ما ظن واحد بيكم يقدر يوصلني ويتقارن بي. حاول تصنع شي وتغير واهتم بدروس الكلية وادرس اللي تحبه مو إلا تدخل هندسة أو طبية. أنا المستشار أنا اللي أنطي القرار. أنا اللي أسوي الخيال دق مواسم واحتفال. أنا جبت لكم رونالدو وجورجينا والجهال. صوتي للعالم وصل ينضرب بي المثل حتى نيمار أنا جبته وميسي ريتا وما